رجع تقليد. ورا يومين اجوا الامه او ورا فتره اجوا الامه قالوا لها هنيئا لك يا ام مرتضى. قالت لهم على شنو؟ بالعافيه عليك، اكبر رصيد في الدنيا بالاخره انه الانسان يوصل له يصير مرجع تقليدي امام امه تهتم به الناس. ملايين الشيعه الان برقبه ابنك، عليك بالعافيه هذا ابنك. ضحكت الام. ليش ضحكت؟ قالت لهم انتم متعجبين، لو اكو منصب رفيع ارفع من مرجع التقليد لكان المفروض ابني يصير بيه. قالوا لها ليش انت مطمئنه وتقولين لو اكو منصب رفيع يعني المفروض ابني يصير بيه؟ كيف اطمئنيتي؟ قالت لهم اطمئنيت لان انا مشيكه ابني. قالوا لها شلون؟ قالت لهم والله انا ما رضعته رضعه الا وانا على وضوء. شوفوا الحكي وين اخواني، احنا مو بس اللهم صل اللهم صل، لا، شوف انت مرتك مرضعه ابنك الا على وضوء؟ ما ادري، خلينا نشيك بيوتنا والمره نشوف نسواننا احنا يرضعن اولادنا على وضوء لو مصخام والطام وعزا ومو كل شيء نحكي. شوفوا الوعاء شلون يلعب دور. قل لهم انتم متعجبين، انا ابني صار مرجع تقليد، والله انا ما رضعته رضعه الا وانا على وضوء. يعني شتاء بارده شو تتصور المصاعب؟ دنيا حاره وماي ماكو بواري واساله، قبل الناس تروح للنهار جيب القربه على ظهره لو يلحق يشرب بيه لو ما يلحق يجيبه شرب يجيبه وضوء. واذا الدنيا بارده تلقي النهر جامد ثلج، تروح ما تقبل ترضع مرتضى الا تتوضا. حولته شيخ مرتضى. هاي الاوعيه تلعب دور. ما ادري هسه الامهات اللي قامن يتزلجن على الجليد ويلعبن جمباز وجمناستيك وكره قدم وفيسبوك وتويتر ويشربن نرجيله، ما ادري هم راح يجيبن لنا بعد مثل شيخ مرتضى جيل؟ ما ادري اذا بعد يقدر يجيبن لنا مثل شيخ مرتضى. شو تقولون انتم؟ وين تلقيهن بعد؟ سقامه المراه وين؟ مو طلعت وحده من البرلمانيات ولو هم ذولا مرفوع عنهم القلم مكتوب على جباههم. طلعت وحده من البرلمانيات على محطه من المحطات الفضائيه، صار حوار بينها وبين المحاور المذيع الرجل، جابها منا ردها منا، فهي كانت حامله شويه متضايقه على الاسلام معترضه. هسه ما اريد انا اقول لن شنو هويتها ولا اسمها، لان المنبر ما يتشرف باسم هيك حثالات. فقالت له والله الاسلام مجحف. قانون الله مجحف. اي والله الاسلام مجحف، غير المفروض يرى من خلال المساواة. قالها دوك في شنو المساواة؟ شلون يشوف من خلال المساواة؟ قالت له الإسلام مجحف، يعني شنو معنى الرجال يتزوج 4 نسوان والمرأة تاخذ رجل واحد؟ يا غبي، يعني تريدين يصير انتم رجولة؟ ايش تريدين؟ يعني تريدين هم الله يكتب لك 4 رجولا؟ كيف يعني شنو؟ الإسلام حفظ لك عفتك ولك، حفظ نجابتك، الإسلام حفظ سترك. قول لا والله قانون الإسلام مجحف، شنو الرجال له حق 4 نسوان وانا لي حق بس رجل واحد؟ تريد تصيروا من رجوله الغبره؟ ما تفهم. شوف الله تعالى يصيح ولقد كرمنا بني ادم، لكن اكو بني ادم مثل هاي يريد يطيح حظه بايده، شو يسوي؟ ما ادري اللي مثل هاي تريد 4 رجوله. تتصور هاي تقدر تجيب لنا بعد جيل مثل شيخ مرتضى؟ شو تقولون انتم؟ ولهذا الغرب البارحه قلت لكم نابليون يقول ان المراه التي تهز العالم بيمينها تهز المهد بيمينها لقادره على ان تهز العالم بشمالها. شنو معناها؟ معناها هنا اذا ثقفت المراه ثقافه دينيه، ثقافه سليمه، ثقافه صحيه، ثقافه اخلاقيه، تنطيك جيل صحي طيب ناشئ صح 100%. لكن اذا ثقفت المراه ثقافه ضحله وثقافه متفككه، ايش تنطيك من جيل؟ ايش تنطيك من جيل؟ ولهذا يغزوها للمرأة. حاولوا دائما. شوفوا اخواني، هذا جانب. الجانب الاخر عندنا على طول الخط، احنا هسه على طول الخط من يوم السقيفة الى يومنا هذا الحمد لله أمة العرب ما هدأت، ما عرفت الا القتل والقتال، وخصوصا هالبلد هذا. ما اعرف شنو مشكلة هالبلد. هذا البلد ما اجاه حاكم حقيقي حكمه بصورة صحيحة غير علي بن ابي طالب. والذنب مو بالحكام ولا بالقادة، لا تزعلون من الذنب بينا بالرعية. يعني هسه احنا من ذول البرلمانيين نسولف عليهم، ذول من صعدوا؟ مو انا وانت؟ من اللي انتخبهم؟ مو غير انا وانت انتخبناهم لو لا؟ شو عليش احنا نشتم بيهم؟ هو هم السياسي اللي يسولف وياه حتى لو كان حرام.
حتى لو كان من ذول اللي اجوا على ظهور المدرعات، حتى متى تسولف وياه يقول لك عماني شنو ذنبي انا اعطيت قائمه وبوستر، شو تريد تجيبها انت؟ تجيبها من باب الخديعه، انا خدعتك، القانون لا يحمل مغفلين. تريد تعتبر نفسك انت اجلكم الله واجل الشعب العراقي واجل الله من يسمع، تعتبر نفسك انت مغفل، هذا مشكلتك. انتم اللي صعدتونا، احنا ما جينا من وراء الحائط يعني، تجبتونا ولهذا لما اجوا وقعدوا بلا تعب بعد ما يدرون بهمومنا وين صارت، ما يدرون بمصالحنا وين صارت، ما يدرون بالناس وين صارت. شوفوا ايش قد اكو ثورات اصلاحيه جاي يصير بالعراق. الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لما قعد عند الامام الحسين اخر لحظه، ما بقى بس هو والامام الحسين، واجوا وساله، قال له ابويا مو من عادتك تجينا وحدك، انت اذا اجيت يجي وياك عمي العباس. شي عليل ومريض شويه، الامام صار يعطي جرعه جرعه. قال بني عظم الله لك الاجر بعمك العباس. بعدين قال له زين واخي علي الاكبر، قال له عظم الله لك الاجر. المهم قال له ما بقت الساحه بس انا بيها، بس انت؟ قال له نعم. طفح الدمع على عين الامام، قال ابا اولم تعرفهم نفسك؟ هنا الشاهد. الإمام زين العابدين يقول للإمام الحسين، قال له أبا أولم تعرفهم نفسك؟ قال بلى بني، ولكنهم، هنا شاهد، ولكنهم ملئت بطونهم من الحرام فأنساهم الله ذكره العظيم. هذا شاهد الإمام المعصوم. الآن هاي راح نصير بالسنة سنة ونص، مو المظاهرات مال الشعب العراقي جاي تطلع ولا؟ اللي ساكنين قابعين المنطقة الخضراء، إخواني لا تلوموهم، ملئت البطن من الحرام. هاي تدري لقمة الحرام شو تسوي؟ إذا الله وفقني باكر، كون الله يدي حج عبد الزهر يذكرني باكر، أحكي لكم عن لقمة الحرام شنو تسوي. يريد لي ساعة يلا أكمل. لقمة الحرام تميت القلب، لقمة الحرام تذهب الغيرة، لقمة الحرام تذهب الشفقة، لقمة الحرام ما تخلي بالقلب رحمة، لقمة الحرام تميت الضمير. الضمير بعد ما يحاسبك. شلون الإمام يقول وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ القرآن الكريم يقسم بهذا الضمير، يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس هاي الضمير، النفس اللي تلومك وتأنبك لما تخطأ، لما توقع بحرام، لما تصير عندك قضية باطل، الضمير يأنبك، النفس اللوامة. الجماعة لقمة الحرام موتت النفس اللوامة، موتت الضمير اللي عندهم. ولهذا قد ثورات إصلاحية الآن عندنا، سنة وست أشهر صار لها الوادة متطفر. الآن سيد مقتدى الله يحفظ كل السادة الأجلاء ويحفظه ويحفظ كل شيعة أهل البيت، هم صار له قد سيد مقتدى هذا الأسبوع الثالث للرابع، قام الرجل يلبس كفن ويطلع بساحة التحرير. بس شو تقولون يسوي نتيجة الرجل؟ بس احنا هم قمنا نخاف عليه وعلى مو هذول. اكو عندنا زعماء عندنا بالساحة السياسية، انا مو الكل على راسي ترى، لا واحد يحسبني صدري ولا واحد يحسبني بدري ولا واحد يحسبني مدري اخو. انا لكل شيعة اهل البيت، وهذا شعاري من زمان، لا انتمي لجهة، افتخر ان اكون صدري وسستاني وحكيمي وبدري واي شيء، افتخر باللي يبيع خضرة وهو من شيعة اهل البيت، اتشرف به. كل الخطوط احطها على راسي. بس اكو الان الحراك السياسي، سيد مقتدى جاي يتحرك الرجل، بس قمنا نخاف عليه، مو ذولا مليئة بطونهم من الحرام، مو خاف يسوي له فت سالفه وتعال خساره كبيره تصير. زين شو يقول ابو هاشم راح يسوي نتيجه؟ والله يا الله ان شاء الله. هو ان شاء الله يسوي نتيجه، بس الطرقاعه تدري وين؟ الطرقاعه بالبطن متروسه حرام شلون؟ هنا انا شاهد بالحديث ثاني. طاهر يتكلم مع ضحل، نشوفها صعبه. نسال الله ان يعجل لوليه الفرج، والله ينصر كل من يطالب بحقوق الشعب، الله ينصر كل من يطالب بالاصلاح، الله ينصر كل من ينصر كل من يطالب بحقوق المظلومين. فشاهدي بالحديث وين؟ كانت وما زالت حكومات متعاقبة في هذا البلد، ما اجت حكومة ريحة القلب. رؤساء من يوم السقيفة صاروا خلفاء، استثني منهم بس علي بن أبي طالب، وتعال من بعد علي بن أبي طالب إلى يومك هذا أو إلى الحقبة الأموية، حقبة هدام، ما إجانا رئيس شريف. شنو الداعي؟ السبب وين؟ تدرون السبب وين؟
السبب بالأصل، الأصل ابن حرام يصير، الفراش غير شرعي. يعني الخلل مو بشخصه، الخلل بشخص أمه. أيها الناس، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، الشيعة كاتبي سنة كاتبي. أيها الناس أدبوا أولادكم على حب علي بن أبي طالب، ومن أبى فانظروا في شأن أمه. اللي ما يحب علي بن أبي طالب خليه يشوف شأن أمه. جابر بن عبد الله الأنصاري كان يفتر بيوتات المدينة ويصيح الشكل، يقول أنا سمعت، ينقل هذا الحديث. أدبوا أولادكم أو هذبوا أولادكم على حب علي، ومن أبى فانظروا في شأن أمه. كرام علي بن أبي طالب، والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فالشاهد الوعاء إذا صار مو نظيف ينطيك نتاج مثل هالقادة، ينطيك نتاج مثل هالمستوى الضحل.